درت الطوماطيش باش نديرو الباذنجان الشربوله تاعو. درت الطوماطيش 3 حبات والثوم، نخلو كلشي يتقلى بلا ما نساو 3 مغارف زيت. وبعد ما يتقلى كلش نديرو التوابل تاعنا. حندير فلفل الكحل وشويه كربيه وندير شويه تاع العكل. شوفوا انا هنا الفلفل غطيته بطبيسي وجينا ساهل كي نكونوا نقوا فيه لابو تاعو يعني القشره تاعو تم تتنحى. هنا كيما راكم تشوفوا لاصوص تاعي راهي طابت وما درنا لها حتى قطره تاع الماء، ورانا حنحطوا الباذنجان تاعنا. راني حندير هاد الباذنجان ونغسلو وما نساوش مغرفه تاع الخل. كيما راكم تشوفوا رانا نقينا الفلفل وانا نقطعو بهاد الطريقه، يعني بالطول هكذا كيما راكم تشوفوا. وحنا هنا الفلفل تاعنا راح نزيدو نديرو له الثوم وزيت زيتون، نقولكم ديروا له الثوم كما تعرفوا، ونزيدوا نديروا له الطوماطيش ونوريكم الفلفل حاضر في طبق التقديم. هاو شرمولة باذنجان اللي حضرته معكم، وزدنا له هذيك الرشه تاع المعدنوس. وبالنسبه للفلفل الحلو درنا الحميص بزيت الزيتون والطوماطيش والثوم والزيتون، ونقول لكم خلوه يزيد يشرب، يزيد بنه كبيره. هادو هما الوجبات اللي حضرناهم كي نكونوا في عطله نحضروا غير حاجه خفيفه، وان شاء الله طريقتي عجبتكم ولا درتو تاكلوا بالصحه. وما بقى لي غير نقول لكم ديما تهلاو في صحتكم وفي امان الله.